وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم يسر لنا أمورنا، اشرح لنا صدورنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا رب العالمين. باسمنا جميعا، اسم أهل الفقيد المرحوم أبو عمار رحمه الله رحمة واسعة، باسم عشيرة العون بشكل عام، نرحب بالضيوف الكرام ونقول لهم أنتم إخوة كرام، حللتم أهلا ونزلتم سهلا في هذه الديار إن شاء الله. ونقول للجميع أيها الإخوة، لا نقول إحنا في مجلس صلح، وإنما نقول في مجلس تسامح. الصلح يكون عادة بين متخاصمين، وإن شاء الله ما بخصام بين الأهل، يعني العادة يكون بين متخاصمين، فنقول هذا مجلس للتسامح. الأمر حدث، وتعرفون أيها الإخوة، الأمر حدث قضاء وقدر من الله سبحانه وتعالى. والقضاء والقدر والإيمان بالقضاء والقدر، وهذا الكلام أنا أوجه لأهل الفقيد، هو إن شاء الله يكون من علامات الإيمان، من أركان الإيمان، كما حثنا وعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن تؤمن بالقضاء والقدر، هذه من علامات الإيمان. وهذا الحادث حدث بقضاء الله وقدره. أنا سأبين حكم شرعي، والكلام للجميع أيها الإخوة، ليس لشخص محدد. في مثل هذه الأماكن علمنا الشرع الإسلامي أن عندنا هذه ما يسمى بالحوادث، هي يعتبر أخطاء وخطأ، وإن شاء الله يكون كذلك، يعني من أصحاب الحادث يكون من شهداء أهل القبور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أنه من مات عد 7 أصناف من الشهداء، واعتبر من مات تحت الهدم فهو شهيد. نقول إن شاء الله هم شهداء. في مثل هذه المواقف الحكم الشرعي أيها الإخوة يقول الدية على القتل الخطأ. وسمعت، وهذا كلام جيد، سمعت كذلك أن الأهل الفقيد قد ربما عفوا إن شاء الله في هذا الموقف، ونقول لهم هذه أيضا شيء جميل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. يقول القتل الخطأ هذا لم يقصد، وهذا القتل الخطأ لم يتعمد، فيعتبر كما قلنا أيها الإخوة لا قصد في ذلك، وإنما يكون هناك تسامح في القتل. النبي عليه الصلاة والسلام، سأذكر حادثة أيها الإخوة، يذكر الإمام مسلم، دخل سيدنا عمر على النبي عليه الصلاة والسلام وقال وجدت النبي صلى الله عليه وسلم بكى ثم ضحك. قلت يا رسول الله ما الذي يضحكك ثم يبكيك؟ قال يا عمر لقد أضحكني أو أبكاني رجلان من أمتي جثيا بين يدي الرحمن، قعدوا على الركبة يوم القيامة. قال فقال أحدهما للآخر يا رب خذ لي مظلمتي، وهؤلاء كما قلنا متظالمين، ليس كما مجلسنا الحالي تسامح. فالله سبحانه وتعالى قال أعطي أخاك مظلمته. ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث بيننا يقول للرجل الآخر انظر أعلى من فوقك، فنظر قال فإذا هي قصور من ذهب ومدائن من فضة. قال يا رب لمن هذه؟ لأي نبي هذا؟ لأي شهيد هذا؟ قال هذه لمن أعطى ثمنها. قال ومن يملك ثمنها يا رب؟ قال أنت. وكيف؟ قال بعفوك عن أخيك. يقول يا جماعة في مثل هذه المجالس نبارك للعافين عن الناس، نبارك كذلك للمصلحين بين الناس، والذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على ما هو خير من درجة الصلاة والصدقة والصيام؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين. وقال الله سبحانه وتعالى لا خير في كثير من نجواهم، يعني الكلام السري والعلني ما فيه خير إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. يقول الكلام لا يكون خير إلا إذا كان الرجل تكلم بكلمة يعني معروف، يعني كلمة طيبة يصلح فيها بين الناس، أو أمر بصدقة لنفع الناس، أو أصلح بين الناس. وهذا الله سبحانه وتعالى اعتبر من الكلام العظيم ومن الكلام الجميل. وذلك ربنا سبحانه وتعالى قال عن الناس الذين يعفون وعن الناس الذين يتعافون، قال أسرعوا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. لهم صفات، يعني هؤلاء والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا مجلس خير ومجلس عفو إن شاء الله ومجلس إصلاح. ومرة ثانية نرحب بكم جميعا ضيوف الكرام، ونترك المجال لأهل الفقيد أيضا كذلك يلقوا كلمة ترحيب.